في بداية يوم جديد، كات وصاحبها جيم بيصحوا علشان يجهزوا للشغل. جيم بيخرج للبلكونة بيشم شوية هوا، وهناك بيشوف منظر غريب. ست عجوزة واقفة فوق سطح مبنى قريب، ساكتة وما بتتحركش. جيم بينادي عليها وبيسألها إذا كانت محتاجة مساعدة، بس قبل ما بيستوعب اللي بيشوفه كات بتجهز وبينزلوا سوا علشان يروحوا شغلها. وهم في الطريق بيشوفوا ضباط بوليس بيحاولوا يهدوا حد، والإسعاف شايلة جثة حد ميت. يفتكروها حادثة عادية وما بيوقفوش عندها كتير. بعد ما بيوصل جيم كات شغلها بيرجع من نفس الطريق اللي جم منه، لكنه بيتفاجئ إن مفيش أي أثر للفوضى اللي كانت من شوية موجودة. وبيكمل طريقه على الكافيه اللي متعود يفطر فيه، وقاعد يشرب قهوته وهو مش واخد باله إن الست العجوز اللي شافها فوق السطح دخلت الكافيه دلوقتي. وفجأة الست بتتهجم على الناس، الرعب بيملى المكان، وكل واحد بتعضه او تخربشه بيبدا يتحول لزومبي بسرعه. الدنيا بتتقلب جحيم والعدوى بتنتشر بجنون. الناس بتنهار وبتجري، وكل اللي بيتعض بيقلب على اللي حواليه. جيم بيتفادى الهجمات بالعافيه وبيجري من المكان، وبيرجع شقته ولسه مش مصدق اللي حصل. وبيحاول يتصل بكات بس هي ما بتردش، وبيبعت لها رساله وهو مش واخد باله ان جاره اللي اتعدى دخل شقته من غير ما بيحس. وقبل ما يلحق يعمل حاجه الجار بينط عليه وبيهجم بطريقه وحشيه. جيم بيقدر يفلت لكنه بيتعور جامد، ومع كده بيصر انه يلاقي كات وبيجري ناحيه الموتوسيكل بتاعه اللي سايبه عند الكافيه. بس اول ما بيوصل الزومبي بيشوفوه وبيجروا وراه. وفي نفس الوقت كات كانت في القطر رايحه شغلها. الراجل كبير بيقعد جنبها وبيبدا يفتح معاها كلام عن الكتاب اللي في ايديها. بتحاول ترد ردود قصيره لكن الراجل مش بيبطل كلام، وبتبدا تحس بالقلق. القطر بيقف شويه، بينزل ركاب جداد ومنهم شاب لابس نظاره سوداء. وفجاه الشاب بيطلع سكينه وبيبدا يطعن الناس اللي حواليه. الركاب بيصرخوا والدم بيغرق الارض، وكل اللي اتصاب بيبدا يتحول لزومبي متوحش. الست التخينه اللي قاعده جنب كات بتتهاجم بطريقه بشعه لدرجه انها بتفقد عينيها. والقطر بيوصل المحطه والناس بتجري علشان تهرب. كات بتجري في الممرات وهي بتحاول تساعد الست المصابه، بس الست مش قادره تكمل وبيقعوا. وفجأة الراجل الكبير اللي كان معاهم في القطر بيظهر تاني وبيجري وراهم. كات بتحاول تسحب الست وتجري، لكن بيخبطوا في راجل غريب وبيستنجدوا بيه.